كلنا بنعرف إن الوقت وإحنا صغيرين بيعدي علينا أسرع من وإحنا كبار، وده بيرجع لسرعة الأيض وسرعة ضربات القلب وسرعة حرق الخلايا الغذاء داخل أجسامنا. حتى ما بين البالغين بتظهر فروقات آه، بيظهر فروقات ما بين البالغين في معدل الأيض ومعدل حرق الغذاء، وده بيخلي حتى البالغين ما بينهم في تغيير في إحساسهم بالوقت. فالشخص اللي معدل الأيض عنده عالي ومعدل حرق الغذاء عنده عالي بيحس إن الوقت أسرع من الشخص اللي معدل الأيض عنده منخفض وحرق الغذاء منخفض. من هنا بتاخدنا النقطة محورية شوية في ما بين الكائنات الحية. احنا عارفين الكائنات الحية من ناحية الاحتفاظ بالحرارة بتنقسم لنوعين، ذوات الدم الحار وذوات الدم البارد. والفرق ما بينهم ان ذوات الدم الحار زينا احنا البشر مثلا ما بنكتسبش الحرارة خارجيا، بل بننتجها داخليا من جوانا عن طريق حرق الطعام. اما ذوات الدم البارد بتكتسب الحرارة من الشمس وبتحاول ترفع درجات أجسامها لدرجات حرارة مقاربة لذوات الدم البارد، لكن الفرق إنه مقاربة لذوات الدم الحار، لكن الفارق إنه ذوات الدم البارد ما بتقدرش تحتفظ بدرجة حرارتها بالليل، فبتتجه لحالة من الخمول بالليل، على عكس ذوات الدم الحار اللي بتقدر تحافظ على درجة حرارة ثابتة طوال اليوم. وده برضو بياخدنا لسؤال شغل بال العلماء، هو الديناصورات ككائنات ضخمة عاشت من ملايين السنين كانت من ذوات الدم الحار ولا من ذوات الدم البارد؟ علشان لو فهمنا أو قدرنا نحصل على إجابة للموضوع ده هنقدر نعرف هل الديناصورات كانت كائنات نشيطة بالليل والنهار، ولا كانت بتتحرك بالنهار بس وتدخل في حالة خمول بالليل. لأنه خاصية الدم الحار بترتبط ارتباط وثيق مع النشاط اللي بيجي من سرعة الأيض وسرعة التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل داخل الجسم، فبتدي المخلوق ده طاقة بتزود من نشاطه. وخد بالك ان كل ما درجة حرارة الجسم بتزيد كل ما يبقى معدل التفاعلات الكيميائية أسرع داخل الجسم، فبالتالي النشاط بيكون أكتر. على سبيل المثال ذوات الدم الحار كلهم درجة حرارة أجسامهم الداخلية بتتراوح من 5 درجات ل40 درجة مئوية، وتقدر تقول إن كل ما زادت درجة الحرارة الداخلية بتاعة المخلوق ده كل ما زادت قوته وقدرته على إنتاج الطاقة، وكمان بيزيد استهلاكه للأكسجين، وزي ما بقول لك ده بيديه طاقة أكبر. وده بمعناه إنه حيوان درجة حرارة جسمه الداخلية 37 زي الإنسان مثلا أقوى مرتين من حيوان درجة حرارة جسمه الداخلية 27، وحيوان درجة حرارة جسمه الداخلية 27 أقوى مرتين من حيوان درجة حرارته 17 درجة مئوية. أو تقدر تقول إن حيوان درجة حرارته 37 أقوى 4 مرات من حيوان درجة حرارته 17. وزي ما قلنا كون إن الحيوان من ذوات الدم البارد ده مش معناه إن درجة حرارته أقل بكتير من ذوات الدم الحار، لأنه زي ما قلنا ذوات الدم البارد بارعين في امتصاص ضوء الشمس وتحويله لحرارة، لكن الفرق وبيوصلوا لدرجة حرارة قريبة من درجة حرارة الثدييات والطيور، لكن ما بتقدرش تحافظ على درجة الحرارة دي خلال الليل، لأنه بتفقدها، ما بيبقاش في شمس تمتص منها الحرارة، فبالتالي بتفقد حرارتها وبتنزل لدرجات حرارة منخفضة وترجع تستعيد درجة الحرارة في الصباح. من النقط المميزة لذوات الدم الحار ان انت كإنسان مثلا عشان يفضل جسمك دايما على درجة حرارة 37 درجة مئوية بيكون عندنا منظم لدرجة الحرارة داخل مخنا. ده مش بالنسبة للإنسان بس، لا ده لأي حيوان في ذوات الدم الحار، ان هو بيمتلك
داخل مخه منظم لدرجة الحرارة، بيظبط درجة حرارة جسمه على درجة الحرارة اللي متعود يعيش عليها حسب نوع الحيوان. وزي ما قلنا الثدييات أو ذوات الدم الحار ما بتكتسبش طاقة خارجية من الشمس، بتنتج الطاقة داخليا عن طريق ان هي بتحرق الغذاء او بتحرق الكربون داخل اجسامها، وبتنتج الطاقة اللي بتعيش بيها، وكمان بتحافظ على درجة حرارة اجسامها ثابتة. وبعد انتاج او حرق الكربون بتخلف مخلفات كربونية. ومن هنا تقدر تقول انه الثدييات بالذات اكتر الكائنات الحية استنزافا للبيئة، لانها بتنتج مخلفات كربونية بكمية هائلة. ممكن ياخدك ده لتصور انه مدام الكائنات ذوات الدم البارد اثناء الليل بتفقد حرارتها، ان ده هتحتاج وقت طويل الصبح انها تستعيد درجة حرارة جسمها وتبدأ تتحرك. لكن ده ما بيحصلش في ذوات الدم البارد. على سبيل المثال في كائن اسمه العظاء عديمة الأذنين، عظاء ملهاش أذنين، عندها جيب دموي في دماغها. لما بتصحى الصبح بس بتخرج دماغها خارج الجحر بتاعها بحيث انها تكتسب حرارة الشمس، وفي غضون تقريبا نص ساعة بتكون استعادت درجة حرارة جسمها اللي هي متعودة عليه وتقدر تتحرك بكل حرية. فده معناه مش انه الثدييات او ذوات الدم الحار بتمتلك امكانيه مش موجوده عند ذوات الدم البارد، ان هي بتصحى الصبح مستعده للحركه. فزي ما بقول لك ذوات الدم البارد في وقت قليل بتقدر تستعيد درجه حرارتها من اشعه الشمس. بالنسبه لذوات الدم الحار بيبقى كل ما حجم الحيوان بيزيد، كل ما كانت الطاقة الداخلية اللي بينتجها الحيوان داخل جسمه بتبقى طاقة كبيرة. وبيحصل مشكلة يمكن بناخد بالنا منها لأول مرة، إنه مع كمية الطاقة الكبيرة دي وكبر حجم الحيوان ما بيبقاش في تناسب ما بين السطح الخارجي للحيوان وما بين الطاقة اللي بتنتج داخليا. بيظهر عنده مشكلة، مش مشكلة إنتاج الطاقة خالص، لا ده بيظهر عنده مشكلة إنه إزاي يتخلص من الطاقة ديت. وده بياخدنا لانتقال بعض الحيوانات من المساحة ما بين ذوات الدم الحار أو من المساحة الموجودة ما بين ذوات الدم البارد لذوات الدم الحار. إنه في حيوانات لما بتكبر في الحجم جدا في كمية الطاقة، حتى لو هي من ذوات الدم البارد بتكتسب الطاقة خارجيا، بيخلي أجسامها لما أجسامها بتكبر في الحجم بتنتج طاقة داخلية كبيرة. ومع صغر الحجم أو السطح الخارجي لها اللي هو المفروض بيتخلص من الطاقة، بتبدأ تتحول من أو بتكسر العتبة ما بين ذوات الدم البارد وتتحول لذوات الدم الحار، بالظبط زي التماسيح الضخمة. التماسيح الضخمة بتكتسب طاقة هائلة أثناء النهار بتجيبها من ضوء الشمس. فبسبب كبر حجم أجسامها وصغر صغر السطح الخارجي لها اللي بتتخلص من الحرارة عن طريقه، ما بتخسرش كمية كبيرة من الطاقة أثناء الليل. فدرجة حرارتها ما بتتخفضش بمعدل كبير، بتتخفض بمعدل بسيط اللي هو يقدر يحولها تقدر تقول انها اتحولت من ذوات الدم البارد لذوات الدم الحار. ومن هنا العلماء بيعتقدوا انه الديناصورات بالذات الديناصورات كبيرة الحجم حتى لو كانت من ذوات الدم البارد فهي تخطت عتبة ذوات الدم البارد وتحولت لذوات الدم الحار بغض النظر عن معدل الإيض. احنا عارفين انه من الفروق الأساسية ما بين ذوات الدم الحار وذوات الدم البارد ان ذوات الدم الحار عندها معدل الإيض ومعدل حرق الطعام أسرع بكتير من ذوات الدم البارد. فبيعتقد انه حتى لو الديناصورات الضخمة ديت كانت من ذوات الدم البارد فهي تخطت عتبة كونها من ذوات الدم البارد عن طريق كبر حجم أجسامها، وإنه
الفاقد من الطاقة عندها أو الفاقد من الحرارة عن طريق الأسطح الخارجية لها بقى قليل، حتى في الليل درجة حرارتها ما بتنخفضش بمعدل ثابت، لا ده بمعدل كبير. ده على العكس بيعتقد إن الديناصورات العملاقة كانت بتواجه مشكلة مش في حفظ درجة حرارتها أو الحفاظ على درجة حرارتها ثابتة أثناء الليل، ده كانت بتواجه مشكلة في التخلص من الحرارة الزايدة، لأنه زي ما قلنا داخل أجسامها بيتم إنتاج كمية هائلة من الطاقة والحرارة، فهي بتواجه مشكلة في التخلص من الحرارة دي. وبيعتقد إن في العصر القنبري اللي هو زادت فيه نسبة الأكسجين في الجو وسمح بتواجد كائنات عملاقة زي الديناصورات العملاقة، بيعتقد إنه فايدة الصفائح الدرعية، الدروع اللي كانت موجودة على بعض الديناصورات، بيعتقد إنها كانت وسيلة للتخلص من الحرارة الزايدة، بالظبط زي عمل أذن الفيل. احنا عارفين إن أذن الفيل بسبب ضخامة حجم جسم الفيل وضخامة أو كبر كمية الطاقة اللي بينتجها محتاج حاجة تخلصه من الحرارة الزايدة، فأذن الفيل بتعمل الوظيفة دي. لكن احنا ما نقدرش نقول إن احنا متأكدين إنه الديناصورات كانت من ذوات الدم البارد أو من ذوات الدم الحار، لكن الاحتمال الأكبر إن هي حتى لو كانت من ذوات الدم البارد فهي كسرت العتبة وقدرت تحافظ على درجة حرارة أجسامها شبه ثابتة أثناء الليل بغض النظر عن معدل الأيض. في كل الأحوال تكلفة إن أنت تكون كائن، لو أنت بتسأل نفسك هل الديناصورات كانت من ذوات الدم البارد أو من ذوات الدم الحار، لازم يجي في دماغك سؤال: هو تكلفة كون الكائن من ذوات الدم الحار أعلى ولا تكلفة كونه من ذوات الدم البارد؟ نقدر نقول لك إنه كون الكائن من ذوات الدم الحار تكلفة معيشته من ذوات الدم الحار أعلى 10 مرات من كونك من ذوات الدم البارد، لأنه على سبيل المثال الكائن اللي هو من ذوات الدم الحار لما يكون لما يكون موجود في مناخ حار بيحتاج طاقة أكتر عشان وبيحتاج غذاء أكتر 10 مرات تقريبا مقارنة بذوات الدم البارد عشان يقدر يحافظ على درجة حرارة جسمه الداخلية، على عكس ذوات الدم البارد اللي هم في درجات الحرارة المنخفضة بيدخلوا في سبات عميق أو بيات شتوي تقدر تسميه. والسؤال اللي بيطرح نفسه: مادام تكلفة كونك من ذوات الدم البارد أقل 10 مرات من كونك من ذوات الدم الحار، وليه من الأساس الكائن ممكن يكون من ذوات الدم الحار؟ تقدر تقول إنه كونك من ذوات الدم الحار أنت عندك الإمكانية إن أنت تعيش في الظروف الحارة. أي نعم هيضايقك شوية درجة الحرارة لأنه جسمك بينتج حرارة مع درجة الحرارة الخارجية، هتكون محتاج أدوات تبريد عشان تقدر تعيش براحة، وكمان بتقدر تعيش في الأجواء الباردة بغض النظر عن أنت بتستهلك غذاء أكتر، لكن عندك الإمكانية إن أنت تعيش في الأجواء الباردة. كمان عندك الإمكانية إن أنت تسعى على رزقك أثناء الليل، وده اللي ما بتقدرش تمتلكه ذوات الدم البارد، اللي أثناء الليل تدخل في حالة كسل لأنه درجة حرارة أجسامها بتنزل بشكل كبير. وكمان يمكن النقطة المحورية في كون الكائن من ذوات الدم البارد أو من ذوات الدم الحار إنه في العموم ذوات الدم الحار بيمتلكوا مخ حجمه أكبر من مخ ذوات الدم البارد، فإذا كون المخ أكبر ده بيديهم ميزة تطورية إن هم يتطوروا أكتر ويقدروا يقوموا بمهام أكتر من اللي بيقوموا بها ذوات الدم البارد. وبما ان كونك من ذوات الدم الحار ده بيديك موارد اعلى او بيديك معدل استهلاك غذاء اكتر ب10 مرات، فده بيسمح ان جسمك يكون اكبر، فبالتالي كمان موجود موارد اكبر متاحة للمخ، فالمخ يقدر ياخد من الموارد ديت ويتطور ويديك وظائف اكبر بكتير من اللي ممكن يحصل عليها مخ كائن من ذوات الدم البارد.
بما اننا بدأنا الفيديو بذكر معدل الايض، وانه معدل الايض هو ده الفيصل ما بين الكائن ذوات الدم الحار وذوات الدم البارد، وكمان بيتحكم في احساسنا آه، بالزمن. كمان معدل الايض بيلعب دور جوهري في نقطة معينة، اللي هي آه، كبر حجم الذرية بتاعتك، كبر الأبناء اللي أنت بتنتجهم. ذوات الدم الحار أقل 10 مرات من الزواحف مثلا على سبيل المثال، أو تقدر تقول إن الثدييات مثلا على سبيل المثال أقل 10 مرات من الزواحف. لأنه الثدييات محتاجة موارد كتيرة أكتر 10 مرات من الزواحف عشان تقدر تعيش، فبالتالي ده بيأثر على حجم الذرية بتاعتهم وبيخليها أقل 10 مرات. وكمان معدل الإيض القليل عند الزواحف بيخليهم بالرغم من ان حياتهم مملة وبطيئة، لكن برضه تقدر تقول ان حياتهم بتكون اطول. على سبيل المثال عندك السلاحف تقدر تعيش ل 200 سنة. وبرضه ما قدرناش نعرف الديناصورات يقينا كانت من ذوات الدم الحار او من ذوات الدم البارد. بشكر اي حد شاف الفيديو، لو عجبكم الفيديو تعملوا شير.